السلام عليكم، مرحبا بكم في نيو ايبيزود. اجيو نشوفوا كيفاش العلاقه ديالك انت والخضار اللي كاين في الحومه تقدر تعطيك فكره على كيفاش الثقه تقدر تكون مفتاح الاقتصاد قوي. تخيل معايا تحولتي لواحد الحومه جديده وبغيتي تشري الخضره من عند اول خضار غادي يبان لك. لقيتي شي واحد حداكم، مشيتي تقضيتي من عنده داكشي كامل اللي خاصك، وانت غادي في الطريق غادي تعيق بلي الخضار رجع لك 10 دراهم ناقصه. شي حاجه غتوقع لك في دماغك وغادي تقول هاد السيد نصاب وغشاش، وعلى 10 دراهم ضاعت ديك الثقه اللي بيناتكم. هاد الفكره البسيطه كافيه تخليك ما تبقاش تمشي عنده وتقول للجيران ديالك هذاك راه غشاش ما تمشيوش عنده. اجيو نحلو هاد الشيء كامل. واخا الارزاق بيد الله، الخضار غينقص لك المدخول وانت غتمشي لعند خضار واحد اخر يقدر يكون بعيد عليك، غادي تخسر الفلوس ديال الترونسبور اول حاجه، وغادي تخسر الوقت. ودابا تصور معايا تبعت الخضار قال لك سمح لي يا خويا راه خاصك 10 دراهم، راني درت غلط في الحساب، انا متاكد انك غادي تولي كليان مضمون عند داك الخضار. هذا المثال طبقناه عليك انت والخضار. تصور هذا المثال يطبق على عشرات ومئات المرات في المجتمع كامل، وهذه الحركة الاقتصادية الصغيرة تعاود عشرات ومئات الآلاف المرات، غادي تشوف وقع على اقتصاد المجتمع كامل. والخلاصة من هذا الشيء كامل، كل ما كانت الثقة بيناتنا كل ما كانت الحركة الاقتصادية مزيانة، وكل ما نقصت الثقة كل ما الحركة الاقتصادية كتنقص. هاد الهضرة ماشي نظرية، ولكن كل نهار كتوقع في حياتنا.